ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي وصفة كده مميزة لعشاق البتنجان. الوصفة دي علشانكم، وصفة كده متدلعة وحلوة خالص، ولو جربتوها بإذن الله هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوها. ولو أول مرة تشوفوني اعملي سبسكرايب على القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا بقى منظرها لما بتطلع من الفرن جميلة ازاي وجوسي كده وحلوة قوي. وطعمها كده مظبوط، يعني مش الحمد لله مش ناقصها اي حاجة، ومش تقيلة زي ما انتم متخيلين مثلا ممكن تكون تقيلة، لا بالعكس خالص. تعالوا بقى اقول لكم عملتها ازاي. انا عملتها بطريقة تخليها ان شاء الله مش تقيلة خالص. اول حاجة جبت البتنجان بتاعي وهبدأ اقطع فيه حلقات كده، حلقات مش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، يعني متوسطة كده. وهقطع بقى الكمية كلها بالشكل ده. وبعدين هبقى اجهز بقى الصينيه بتاعتي اللي هشتغل فيها، واحط فيها فويل وورقه زبده كده، وبعدين ابدا ادهن ورقه الزبده بتاعتي بشويه زيت كده من تحت عشان البتنجان بتاعي يتحمر كويس. وهدهن وش البتنجان برضو بشويه زيت بساط كده بالفرشه، فكده يبقى البتنجان بتاعي خفيف ومشربش زيت كتير. وهدخلها بقى الفرن بتاعي على درجه حراره 250، لحد ما الاقي البتنجان بتاعي دبل كده وبدا ياخد لون كده حلو كده ذهبي، اعرف انه تمام استوى كده. تمام، هطلعه بقى كده من الفرن يهدى، عقبال ما انا بقى اعمل ايه اللحمه المفرومه بتاعتي. هجيب حله سخنه خالص وانزل فيها بمعلقه كبيره من السمنه. تمام زي ما انتم شايفين كده، واول ما تدوب تماما معايا هنزل بالبصل بتاعي مقطعاه كده يعني قطع كده مش كبيره قوي مش صغيره قوي. تمام. وهبدا بقى اشوح في البصل ده لحد ما يدبل شويه. اول ما البصل يدبل كده بقى هضيف المرقه بتاعتي، مكعبين من مرقه اللحمه. ممكن احطها كاملة او ممكن نكسرها كده، بس انا مرة يعني ساعات بعمل كده وساعات بعمل كده. بس انا المرة دي كسرتها كده، وهبدأ بقى اقلب فيها مع البصل كده. بتدي طعم حلو قوي للبصل لما بتتشوح معاه. وهي بتدوب بسرعة جدا اساسا عشان الحلة والمادة الدهنية سخنين جدا. فبت كده كده هتدوب بسرعة خالص وهتختفي، وكمان بتدي بقى لون وطعم كده حلو قوي للبصل كده. فبحب اضيفها يعني لما بعصج اللحمة المفرومة. بحب اعملها بالطريقه دي، ان انا يعني ابدا كده بالبصل مع المرقه ومع باقي المكونات كده، وهتشوفوا يعني زي ما هعمل في باقي الفيديو يعني. تمام، بعدين بقى كده هضيف الثوم المفروم بتاعي. بضيف كده معلقتين كبار من الثوم المفروم، او حسب الرغبه يعني، بس هو انا بحب الثوم يبقى ظاهر شويه، فبضيف معلقتين كبار من الثوم مفروم. وبعدين هقلبهم برضو كده شوية مع البصل والمرقة كده لحد ما اللون يتغير شوية ويبقى ذهبي شوية. اهم حاجة ندي كل حاجة وقتها في التشويح، عشان هي دي اللي بتدي نكهة النكهة بتاعة الاكل في الاخر. بص لونه بقى ذهبي اهو، حتى التوم بدأ يلزق في الحلة. فهبدأ بقى انزل باللحمة المفرومة بتاعتي بسرعة عشان تنزل بقى الصوص بتاعها كده والثوم اللي لزق ده يطلع بقى من الحلة كده. هقلب بقى كويس كده اللحمة المفرومة بتاعتي مع البصل والثوم والمرقة. طبعا انا مش هستخدم كل كمية المفروم ده في في الوصفة او في الطاسة اللي هعملها. ولكن انا بوريكم بس تعصيجوا اللحمة المفرومة. انا كده كده كان عندي شوية لحمة مفرومة متعصجين فاستخدمتهم في الوصفة يعني. بس انا حبيت اوريكم ازاي عملت اللحمة المفرومة المتعصجة. تمام. فطبعا برضو بقول لكم اللي هيبقى عنده لحمة مفرومة متعصجة جاهزة، لا هتفرق جدا في الوصفة، هتسهلها بكتير طبعا، وهتلاقي الوصفة خلصت في ثواني. تمام. بعد كده بقى ضفت المعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة من الكركم. تمام. هقلب بقى كل حاجة كده مع بعض كويس خالص. وزي ما قلت يعني لو عندكم لحمة مفرومة متعصجة هتسهل الوصفة خالص. والوصفة دي مش هتحتاج اصلا غير يدوبك مثلا اقول لكم مثلا 5 معالق كبيرة من اللحمة المفرومة مثلا، 5 معالق اللي هي المعالق الكبيرة اللي بناكل بيها دي. بس لكن مش هنستخدم كل الكمية دي، انا بس بوريكم ازاي بعصج لحمة مفرومة. بعد ما قلبت كويس كده بقى وبصوا بدأت لونها يغير وتنزل صوص وكده زي ما انتم شايفين. بضيف معلقتين كبار من صلصة الطماطم، واقلب بقى بتدي طعم ولون حلوين قوي، وبتختلف بتدي طعم حلو جدا كمان للمفروم يعني. تمام.
بس واسيبه بقى كده 5 دقايق تاني كده او 10 دقايق على النار بس يكمل سوا واتأكد انه استوى، واسيبه يهدى شوية. بعد كده بقى هعمل البشاميل. بستخدم اللبانة بتاعتي، بحط فيها 3 كوبايات كبيرة من اللبن. حجم الكوباية دي هيكفي قوي للوصفة. انا هعمل طاسة واحدة بس، فمش هحتاج اكتر من كده بالنسبة للبشاميل. لكن لو هنزود كميات اكتر او هنعمل مكرونة بشاميل مثلا، فطبعا بنزود كمية البشاميل. لكن انا بوريكم المعيار بتاع الطاسة واحدة بس، ده هيكفي طاسة واحدة من وصفة البتنجان دي. تمام. وبعدين هضيف 3 كوبايات كبيرة من اللبن. تمام. وبعد كده بقى هجيب الدقيق بتاعي، هضيف 6 معالق كبيرة من الدقيق. يعني كل كوباية لبن خدت معلقتين كبار من الدقيق، فأنا هضيف 6 معالق كبيرة من الدقيق على ال3 كوبايات اللبن دول. كده خلصت الدقيق، حطيت الدقيق، هبدأ أقلب بقى كويس كده بالمضرب البيض لحد ما الدقيق يدوب خالص تماما في اللبن. على البارد الأول، بنشتغل على البارد الأول كده، ندوبه كويس خالص. نفس فكرة النشا كده، لما نحط نشا مع اللبن بندوبه الأول على البارد. هنا برضو نفس الفكرة، الدقيق هنحطه الأول مع لبن على البارد وندوبه كويس خالص، نتأكد انه داب تماما، مفيش أي كلاكيع أو أي كتل مثلا أو كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. يعني بصوا كل اللي باين ده يعني رغاوي من التقليب. لكن هي بصوا الدنيا مظبوطة جدا، مفيش كلاكيع مفيش كتل. الدنيا دابت خالص. في الحالة دي بقى بعرف ان انا ماشية كويس، ابدأ بقى ارفعها على النار، على نار متوسطة كده. ارفع بقى اللبانة بتاعتي كده واقعد اقلب بقى بصفة مستمرة. ما ننساش ان احنا نروح نغيب عنه ونمشي مثلا، لا لازم نقلب بصفة مستمرة. البشاميل بالذات بيبقى بالتقليب المستمر. نقعد نقلب نقلب كده لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. لان الثانية بتفرق، فاهمين؟ يعني الثانية بتفرق وبتخليه يتقل خالص ويبقى مش حلو. فبصوا يعني احنا شوفي انت القوام اللي مناسبك، فعشان كده قلبي بصفة مستمرة، عشان اول ما تلاقي القوام ده عاجبك توقفي على طول، تقفلي النار زي ما انا عملت كده. انا كده القوام ده عاجبني فقفلت النار زي ما انتوا شفتوا كده. وهوريكم القوام بيبقى عامل ازاي. بصوا ده انا القوام اللي بحبه، اللي هو مش خفيف قوي ومش تقيل بدرجة وحشة قوي يعني. اللي هو لا متوسط حلو كده، ويبقى حلو في يعني في التوزيع في الطاسة وكده. لا انا عاجبني القوام ده ومبسوطة بيه يعني. فاللي عايز اخف من كده هيبقى متابع يعني، وهو بيقلب كده اول ما يحس ان القوام ده هو اللي عاجبه يوقف على طول. بس انا القوام ده شايفاه ممتاز يعني. بالنسبة لي انا شايفة ان كده القوام ده مناسب للوصفة يعني. بعد ما كده تمام وقفلت النار بقى. اهم حاجه ان اكون قفلت النار عشان ما يتقلش اكتر. هضيف بقى مكعب مرقه لحمه واحده بس، مكعبيه واحده بس. بتدي بس نكهه شويه للبشاميل، بتوديه في حته تانية خالص. عشان ما يبقاش بس ايه عباره عن دقيق ولبن كده وملوش طعم. لا بنديله بس النكهه كده تحليه شويه. وما تقلقوش الدنيا مش بتبقى يعني الملح بيبقى مظبوط في الاخر. ما تقلقوش مفيش حاجه هتبقى. يعني انا البتنجان ما فيهوش ملح خالص، والمفروم الحمد لله ظبطت الملح بتاعه. ما تقلقوش يعني، فكل حاجة هتبقى كويسة ان شاء الله. بعد كده بجيب بقى فلفل اخضر بتاعي كده، قطعته بالطريقة دي وهبدأ اقطعه شرايح كده عشان هستخدمه برضو في الطاسة بتاعتي. اقطعه شرايح كده رفيعة. بعد كده بجيب الطاسة بقى بتاعتي وابدأ اوزع البتنجان بتاعي بعد ما استوى. بصوا منظره جميل ازاي، اخد لون ذهبي ودبل خالص، ومش شارب زيت بطريقة بشعة. لا معقول كويس جدا. مش ناشف يعني، هو مش ناشف، لا هو فيه نسبة زيت كويسة. بس مش اللي هو الزيت البشع اللي هو اللي لما بيتقلي على النار يعني. فلا نسبة الزيت فيه كويسة جدا ممتازة، مش ناشف وحلو خالص. الطريقة دي تخلي ايه الطاسة كده مش تقيلة علينا، ونحس ان الدنيا زيت كلها ودهون وكده. معقولة كده يعني، وهي طاسة دلع في الأول وفي الآخر يعني. مش هقولكم ان هي هيلسي وأفيد حاجة، هي طبعا مفيدة عشان البتنجان وكده. بس مش هقولكم ان هي يعني طبعا اللي بيعمل دايت او كده مش هتنفع معاه الوصفة دي أكيد يعني. حطيت اللحمة مفرومة بقى بتاعتي بالطريقة دي، وبعد كده حطيت بقى فلفل أخضر. ببدأ أوزعه كده بطريقة عشوائية كده. بعدين هنزل بشوية بشاميل كده، مش هفرد بشاميل كتير يعني. بس اللي هو ايه يعني ايه، اديتها كده حبة بشاميل مش قليلين يعني، مش كتار ومش قليلين. وبعد كده ببدأ احط طبقة تاني من البتنجان،
اغطي بيها بقى المفروم والبشاميل والفلفل. تمام بالمنظر ده كده. بعدين انزل بقى باقي البشاميل بتاعي كده على الوش، اغطي بقى كويس خالص، اتاكد ان انا اغطي بقى كله ببشاميل. وزي ما قلت هي وصفة دلع يعني، مش يعني لا هيقولي لا ده تقيلة، لا والله العظيم مش تقيلة خالص، جميلة جدا ممتازة. انا شايفة ان هي كانت مظبوطة الحمد لله قوي، وبجد هتعجبكم لو جربتوها بجد. انا شايفة ان مش هتبطلوا تعملوها من جمالها يعني. ووصفة برضو هي متدلعة زي بتاعة المطاعم كده يعني، ونبقى عملنا الحاجة في البيت بإيدينا، وبدل ما نجيبها من بره مثلا الحاجات دي. أنا معرفش هي بتتعمل بره ولا لأ، بس أنا بقول عامة إن الأكل بره بيبقى مكلف، وطبعا مش بالنظافة الفظيعة يعني. بعدين حطيت شوية بقى موتزاريلا كده على فوق البشاميل كده، وهبدأ بقى ايه ادي تاتش كده جمالي يعني، منظر جمالي شوية، ان احط شوية فلفل اخضر كده على الوش، وادخلها بقى الفرن سخن مسبقا على درجة الحرارة 250 لحد ما تاخد لون ذهبي جميل. تمام. طبعا الفلفل الاخضر ده على الوش بيدي طعم حلو جدا، مش بس منظر جمالي. بعد كده هوريكم بقى عملت ازاي تتاكل مع شويه رز بقى بالشعريه حلوين كده مفلفلين. انا اقول حبيت بس اوريكم برضو الرز بيتعمل ازاي، عشان تبقى اللي يعني الناس اللي لسه مبتدئه في المطبخ تبقى الوصفه كده كامله قدامها. تمام. حطيت بقى في حله سخنه كده معلقه كبيره من السمنه، وهضيف كده بس زي معلقتين كبار من الزيت كده. انا بحب في الرز اللي بالشعريه المفلفل كده بحب احط له سمنه مع زيت الصراحه، بحس بيفرق قوي في التشويح بتاعه والتحمير بتاعه. وبيفرق في الطعم النهائي جدا يعني، بحسه بيساعد في التسوية يعني، معرفش انا شايفة كده بالنسبة لي يعني. بعدين هضيف بقى الشعرية بتاعتي. ضفت كوباية من الشعرية، كوباية كده وسط، وهبدأ اشوح فيها بقى طبعا لحد ما تاخد لون ذهبي. بس المهم ان احنا نبقى واقفين عليها، لان الشعرية في ثانية كده بتتحول للون ذهبي، ما تبعدوش عنها عشان هتتحرق. فلازم نقلب بصفة مستمرة، وفي نفس الوقت ما نبعدش عنها. بصوا اللون الجميل الذهبي ده هو ده اللي انا عايزاه، بيبقى شكله حلو قوي في الاخر مع الرز لما بيستوي، بيبقى شكله تحفة اللون ده. فهو ده اللون اللي عايزاه، مش عايزاه اكتر من كده ولا اقل من كده. اول ما يوصل بقى للمرحلة دي هبدأ اجيب كيس الرز بتاعي. انا مش اللي متابعني عارف ان انا مش بغسل الرز، بضيفه زي ما هو كده يعني. تمام. هنزل بكيس الرز بتاعي كده، وهو الرز الحمد لله نضيف اهو، ما فيهوش اي يعني آم، اي حاجه مش مثلا مش نظيفه او كده، لا يعني الرز الحمد لله يعني متكيس كويس يعني، متنضف كويس، فهو يعني مش محتاج يتغسل. انا في وجهه نظري مش محتاج يتغسل، ما بحبش اغسله الصراحه. الغسيل ده لو هو مثلا جايباه مثلا من فلت مثلا من بتوع العطارة او كده، فساعتها بتضطري تغسليه طبعا عشان بيبقى متعرض للشارع والأتربة والحاجات دي وكده. لكن ده متكيس ومتغلف ومتنضف كويس. تمام. بعدين ببدأ بقى اشوح في الرز كده من حين لآخر كده لمدة 10 دقايق ربع ساعة كده. بتفرق قوي التشويحة دي، بتخليه الرز ياخد تحمير كده يعني بسيط كده، لون ذهبي بسيط، فبيطلع حلو قوي وبيفرق قوي في طعمه في الاخر. انا ده وجهة يعني، لو جربتوها بالطريقة دي هتلاقوها حلوة خالص. بعدين بضيف شوية ملح كده، معلقتين صغيرين خالص من الملح، عشان ما الملح ما يزيدش مننا بس، وبيطلع مظبوط يعني. هي كمية الملح دي بتطلع مظبوطة في الآخر. بعدين معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، يعني طبعا زي ما انتوا عارفين نقص الملح يتعالج، لكن زيادة الملح ما تتعالجش طبعا يعني، بتبقى نادرا لما تقدروا تعالجوا من زيادة الملح يعني. فهي لا هتطلع مظبوطة يعني. الملح ده كويس، معلقتين صغيرين من الملح معاهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وحطيت مكعب مرقة عشان كده ما زودتش الملح قوي، لأن المرقة بيبقى فيها نسبة ملح. وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده، والمرقة هتلاقوها دابت واختفت برضو عشان الحلة سخنة والمادة الدهنية سخنة. تمام كده، وقلبت كويس. وهنغلي بقى المية بتاعتنا في الكاتل. عقبال ما نشوح كده ونظبط تكون المية بتاعتنا في الكاتل بدأت تغلي، عشان لازم الرز ننزل عليه بمية مغلية يعني، ده أساسيات السوا بتاعه يعني. لازم مية مغلية بتخليه فعلا ما ياخدش وقت على النار خالص. كل كوباية رز زي ما انتوا عارفين بتاخد كوباية مية، عكس الرز البسمتي بياخد كل كوباية رز بتاخد كوبايتين مية، لكن الرز الأبيض كل كوباية رز بتاخد كوباية مية. تمام. أنا كده هضيف المية بتاعتي، نفس الكوباية اللي بنعاير بيها الرز هي اللي نعاير بيها المية،
يعني انت عايرتي الرز مثلا، انا ببقى عارفة ان الكيس ده حوالي 5 كوبايات مثلا، من الحجم اللي انا ماسكاه ده، فبستخدم نفس الكوباية اعاير بيها المية. بس بعاير 5 كوبايات مية مغليين، وابدأ بقى اقلب كده بعد ما اضيف المية بتاعتي. اقلب، هتلاقوا بس المرقة حتى طلعت زي لون كده شوربة، يعني فالرز بيبقى طعمه خطير، عارفين كده معمول بمرقة وشوربة كده، بيبقى حلو خالص. وبتبقى الوصفة مش تقيلة خالص، بالعكس يعني. اصلا طاسة البتنجان دي مع الرز بتبقى وهمية، يعني لو جربتوها بجد هتعجبكم جدا. لما تاخدوا كده قطعة منها مع الرز بتبقى جميلة قوي. واقلب كده كويس وبس، وهغطي بقى الحلة بتاعتي واسيبه على نار متوسطة كده، بسيطة خالص، متوسطة مش هادية ولا عالية قوي، لمدة ربع ساعة، وهيكون استوى معانا وزي الفل. ويا رب تكون وصفة كده عجبتكم، ولو أول مرة تشوفوني زي ما قلت كده اعملوا سبسكرايب ودعموني كده، عشان طبعا كلامكم الجميل بيفرق معايا.